في حالة إن قامت حرب نووية في مكانين بس في العالم ممكن يكونوا آمنين. ناس كتير عندها رعب من فكرة إن تقوم حرب عالمية نووية، وده لأنها مش بس هتضرب مدن وتولع الدنيا، لكن كمان هتسيب وراها إشعاع هيملي الكوكب كله وهيخلي أغلب الأماكن غير صالحة للعيش. صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت عن خبيرة اسمها إيني جاكوبسون كلام مهم جدا بتقول فيه إن في حالة قامت حرب نووية كبيرة في مكانين بس في العالم ممكن يبقوا آمنين، وهم أستراليا ونيوزيلندا. طيب ليه أستراليا ونيوزيلندا؟ لأنهم موجودين في نصف الكرة الأرض الجنوبي، والجزء ده من العالم هو الوحيد اللي ممكن يكمل الزراعة بعد الكارثة. لكن دول زي أوكرانيا ومنطقة أيوا في أمريكا هتتغطى بالثلج لمدة 10 سنين، والزراعة هتفشل تماما، وبالتالي الناس هتموت من الجوع. كمان الخبيرة دي قالت إن طبقة الأوزون هتتدمر جدا بسبب الحرب، والشمس هتبقى خطر على الناس. يعني الناس هتضطر تعيش تحت الأرض عشان تحمي نفسها من الإشعاع، وهيعانوا من قلة الأكل إلا في أستراليا ونيوزيلندا. جيكوبسون كانت كتبت كتاب اسمه سيناريو الحرب النووية، وبتشرح فيه بالتفصيل ازاي ممكن الحرب النووية تدمر العالم، وبتقول ان ملايين البشر هيموتوا فورا من القنابل والانفجارات. كمان في دراسة انتشرت سنة 2022 في مجلة علمية اسمها ناتشر فود بتقول إن عدد الناس اللي هيموتوا من الجوع بسبب الحرب ممكن يوصل ل5 مليار شخص. الانفجارات هتولع حرائق ضخمة، والدخان هيطلع في الجو ويوصل لطبقة عالية جدا اسمها الاستراتوسفير، وهناك مفيش مطر، فالدخان هيقعد هناك سنين وهيمنع الشمس توصل للأرض. النتيجة الدنيا هتبرد جدا، والزراعة هتقف، والمجاعة هتزيد، والحيوانات كمان مش هتلاقي أكل. ولما سألوها لو في 8 مليار بني آدم و3 بس هم اللي هينجوا، أروح فين عشان أكون من ال3 دول؟ ردت بكل بساطة روح أستراليا أو نيوزيلندا، هم دول المكانين الوحيدين اللي ممكن تعيش فيهم بعد الكارثة.